بعد الفيديو اللي فات اللي قلنا فيه طريقه ازاي نعمل امبورت من على الريفت على 3 دي ماكس، في حد كتب لي وعاوز يعرف ازاي نعمل امبورت من على 3 دي ماكس للريفت، وخصوصا لو عايزين نطلع قطاعات او رسومات. بس قبل ما نبتدي واقول لك على الطريقه، تعالى اقول لك ازاي الريفت بيفكر. الريفت بيشتغل بحاجه اسمها البيلدينج انفورميشن موديلنج او البي اي ام، ودي باختصار سيستم عالمي بيخلي كل اوبجكت موجود على الريفت لازم يكون ليه داتا معينه. وده اللي مش هتلاقيه على الماكس تقريبا حته عجينه بتعمل فيها اللي انت عايزه، وده اللي بيخلي معظم الصيغ ما بتشتغلش جوه الريفت، وبيخلي عدد معين جدا. في الفيديو ده بقى تعالى يلا نشوف هنعملها ازاي. في الفايل ده على الماكس انا جهزت تو اوبجكتس. اول اوبجكت ده ممكن استخدمه الماس، وتاني حاجه شيل او تغطيه ممكن اعملها جوه فايل. والريفت بيفكر شويه مختلف عن ال 3 دي ماكس، فاحنا محتاجين نتاكد ان الفايلز دي بتشتغل بالمش مش بالبولي. بعد كده همسك الاوبجكت اللي انا محتاج اعمل له اكسبورت واطلع على فايل وانزل على اكسبورت واقول له سيلكتد، ومن هنا هبص على الصيغ اللي انا اقدر اصدر بيها. هلاقي اول حاجه وهي الاسس او اختصارها دوت اس اي تي، واعمل لها سيف. هتلاقي ظهر لي القايمه دي، هختار منها اخر 3 حاجات. هو هيتشيك بقى الفايل محتاج ايه يخش على الريفت، واضغط اوكي هتظهر لي سكسسفولي. بعد كده هروح على الريفت وهكون فاتح الكونسبشوال ماس، وبعد كده هضغط على انسيرت ولينك او امبورت كاد. هبص على الصيغ اللي موجوده، هلاقي دي الصيغ الوحيده اللي بيقبلها الريفت، وهي الدي دبليو جي والدي اكس اف، وكل دول طبعا انا هختار الاسس وهروح على ده مثلا، هتظهر معايا بالشكل ده. طيب لو شغال في فايل بقى ومحتاج ان انا ادخله جوه الموديل بتاعي، انا مجهز فايل بالموديل. هروح تاني على 3 دي ماكس وامسك الشيل بتاعتي وهطلع تاني على فايل واروح على اكسبورت سيلكتد، وبعد كده هختار اوتوكاد دي دبليو جي وهسميها برضو الاسم اللي انا عايزه، وهتاكد من اليونتس واعمل سيف. هروح تاني على الريفت ومن لينك هختار امبورت كاد، وبعد كده هختار الصيغه اللي انا عاوز اصدر بيها دي دبليو جي، وهقف على كاد واعمل امبورت. استنى شويه هيلود معايا، الاقيها ظهرت معايا جوه ال 3 دي كمان، ظاهره جميله جدا ومظبوطه. طب هل اقدر اعملها في الكونسبشوال ماس؟ طبعا اقدر اعملها في الكونسبشوال ماس. لو دخلت جوه الكونسبشوال ماس وعملت برضو امبورت كاد، هختار فايل الكاد، هيظهر لي طبعا خفيف ومظبوط جدا ومفيهوش اي مشاكل خالص. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لي فولو، واكتب لي في الكومنتات لو في طريقه تانية انت تعرفها. سلام.